في تاريخ 15 يوليو من سنة 2008 في جدة هتعمل مكالمة لل 911 علشان تبلغ فيها بأن حفيدتها مفقودة، وبأنها مفقودة من 31 يوم. ولكن بلاغ الجدة كانت بتتهم فيه المربية، وقالت إنها مسؤولة عن اختفاء البنت، وقالت إن بنتها واللي بتكون أم البنت قالت لها إن المربية كانت جاية علشان تاخد منها البنت علشان ترعاها في فترة لأنها كانت عندها عمل. وفي أثناء ما المربية كانت بتستلم منها البنت زقتها مرة واحدة، وبعد كده قالت لها إنها مش هتشوف بنتها مرة تانية. والسؤال دلوقتي، مين المربية دي؟ وليه الأم والجدة سكتوا لمدة 31 يوم علشان يبلغوا ال 911؟ من غير ما ندخل في تفاصيل كتير، يلا بينا نغوص في أعماق قصتنا. بتبدأ أحداث قصتنا عن سيدة واللي اسمها كيسي أنتوني، واللي اتولدت في 19 مارس من سنة 1986 في وارن في أوهايو. كيسي كان بيشهد ليها من سن صغير جدا بأنها إنسانة نشيطة ومتفوقة وذكية جدا. وفي أثناء طفولة كيسي انتقلت عائلتها من أورلاندو لولاية فلوريدا. أبوها كان اسمه جورج أنتوني وأمها كان اسمها سيندي، وكان عندها أخ وحيد واللي كان أكبر منها. أبوها كان بيعمل كشرطي وأمها كانت بتعمل كممرضة للرعاية المنزلية. وأخوها واللي كان اسمه لي كان أكبر منها ب4 سنوات، وكانت علاقته هو وكيسي علاقة مقربة جدا. وفي بداية سنوات المراهقة لكيسي ابتدى يظهر عليها السلوك واللي ما كانش معتاد عليها في فترة طفولتها، وهو إنها كانت بتكذب، ولكن كذبها كان فريد من نوعه. بمعنى إنها كانت بتكذب على أمور صغيرة وتافهة جدا ولا تستدعي من الأساس إنها تكذب فيها. أبسط الأمور اللي ممكن تتخيلوها كيسي كانت بتتعمد إنها تكذب فيها، وفي كل مرة كان بيتم الإمساك بيها ومعرفة إنها كانت بتكذب. وبرغم من كده هي ما كانتش بتتوقف أبدا. ولما وصلت للمرحلة الثانوية قررت إنها تبتعد تماما عن أسرتها وتتجنبهم، وكانت بتقلل معاهم الكلام بقدر المستطاع. وكل ده وهم مش فاهمين هي بتعمل معاهم كده ليه. قررت إنها تتجنب أي تجمعات عائلية أو أي احتفالات أو أي أعياد، وكأنها بتتعمد إنها تفصل نفسها عن عيلتها تماما، وده بالرغم من إنها ما زالت عايشة معاهم في نفس البيت. أبوها وأمها في الوقت ده بيقولوا إن اللي كانوا يعرفوه عنها كان عبارة عن معلومات ضئيلة جدا. وبما إن كيسي عزلت نفسها تماما عن أسرتها، كان من الطبيعي إنها تدور لنفسها على صديق أو على شريك لحياتها، وده خلاها بتنتقل من علاقة لعلاقة بصفة مستمرة. ما كانتش بتفضل فترة طويلة أبدا وهي مش مرتبطة بشخص. حتى إن من كتر ارتباط كيسي وانفصالها المتكرر، أبوها وأمها ما كانوش عارفين في الوقت ده هي بتواعد مين أو حتى مين أصدقائها. حتى لما كان أبوها وأمها بيحسوا إن دورهم تضاءل جدا وإن هما المفروض يكونوا متدخلين في حياة بنتهم أكتر من كده ويعرفوا عنها أكتر من كده، كيسي كانت بتمنعهم تماما من المشاركة في أي شيء جوه حياتها. كل اللي كان معروف عن كيسي في الوقت ده إنها بتحتفل بطريقة صاخبة جدا، وإنها بتتعمد إنها تخرج مع أصحابها وإنها تفضل معاهم لوقت متأخر جدا من الليل، لحد ما هيجي من الوقت اللي كان من المفترض فيه كيسي تتخرج من المدرسة الثانوية. في الوقت ده أبوها وأمها كانوا متحمسين جدا وكانوا حابين إن هم يشاركوا في الاحتفال ده، حتى إنهم طبعوا بعض البطاقات للدعوة واللي دعوا فيها بعض من الأصدقاء ومن أفراد العيلة. ولما أبوها وأمها كانوا بيوجهوا لها أي أسئلة عن حفلة التخرج وعن إيه التطورات مكان الحفلة أو وقتها، كيسي كانت بتتهرب من كل أسئلتهم وما كانتش بتجاوبهم على ولا سؤال واحد. وعلشان كده قرر أبوها وأمها إن هما يتصلوا بالمدرسة علشان يعرفوا تفاصيل حفلة التخرج. وجالهم الرد من إدارة المدرسة بأن كيسي مش هتتخرج السنة دي من المدرسة الثانوية لأنها رسبت في كل موادها الدراسية. وبأكد عليكم إن أبوها وأمها وأخوها ما كانش عندهم أي فكرة بالأمور دي، حتى إن كيسي ما قالت لهمش أي حاجة، وكانت شايفاهم وهما بيخططوا لحفلة التخرج وبيطبعوا البطاقات وبيعزموا الناس. وبالرغم من كل ده هي ما قالت لهمش ان مفيش حفلة تخرج السنة دي. والمفروض والمتوقع من كيسي بعد المصيبة السوداء اللي عملتها في ابوها وامها انها تبذل مجهود اكتر وانها تتخرج من المدرسة الثانوية، الا ان كيسي كانت تختلف عن الاخرون وقررت انها تتخلى عن دراستها بالكامل. وبعد فترة قصيرة جدا من تخلي كيسي عن دراستها الثانوية
تحصلت على وظيفة في يونيفرسال ستوديو وتحديدا في هارد روك كافيه. وبدأت سلوكيات كيسي تتغير نوعا ما، كانت بترجع للبيت من عملها وكانت بتحكي لأسرتها عن زمايلها في العمل وعن يومها في العمل وعن ايه اللي هي عملته هناك. ودي كانت حاجة هم افتقدوها تماما في كيسي، لأنها زي ما قلت لكم كانت بطلت تتكلم معاهم، ولكنها من وقت عملها في يونيفرسال ستوديو ابتدت نوعا ما انها تنشئ علاقة معاهم حتى ولو كانت علاقة سطحية. في الوقت ده أبوها وأمها كانوا سعداء جدا، لأنهم كانوا حاسين إن كيسي كانت سعيدة بحياتها الجديدة وكانت بتستمتع جدا في فترة عملها. وفي تاريخ 2 يناير من سنة 2005 كيسي هتقابل شاب واللي هتقع في حبه، واللي كان اسمه جيسي جراند. في الوقت ده كل حاجة في حياة كيسي كانت في مكانها الصحيح، كان عندها العمل اللي بتستمتع بيه والصديق اللي كانت بتحبه متيمة بيه. وفي منتصف سنة 2005 ولما كيسي كان عمرها 19 سنة هتكتشف إنها حامل. كيسي لما اكتشفت إنها حامل قالت لصديقة من أصدقائها إنها مش ناوية إنها تحتفظ بالطفل ده، وإنها قررت إنها تعرضه للتبني بعد إنجابه، وده علشان تقدر تستمر في أسلوب ونمط حياتها، وده لأنها شايفة إن الطفل هيعيق حياتها وإنها مش هتقدر تعيش حياتها بالطريقة اللي هي عايزاها. في الوقت ده كيسي زي ما قلت لكم كانت مازالت عايشة في البيت مع أبوها وأمها، وابتدت الشهور تمر وكيسي مخبية خبر حملها عن أبوها وأمها، وهما ما عندهمش أي فكرة بالموضوع. وإحنا هنا مش بنتكلم عن الشهور الأولى من الحمل واللي ما بيكونش باين فيها أي حاجة. كيسي خبت خبر حملها عن أبوها وأمها لحد ما وصلت في حملها للشهر السابع. كيسي على مدار ال7 شهور دول كانت بتحاول إنها تداري حملها بالملابس الفضفاضة، وإنها تحاول مفيش أي حد يكتشف الأمر. ولكن لما وصلت للشهر السابع وبطنها بكل تأكيد كانت واضحة والأعمى يشوفها، كان لازم إنها تروح وتقول لأبوها وأمها عن الخبر ده. ولكن كيسي في الوقت ده ما قالت لهمش بس عن خبر حملها، ولكنها قررت إنها تقول لهم الخبر كومبو، وتقول لهم وتبلغهم إن هي قررت تعرض الطفل ده للتبني بمجرد ما يتولد. في الوقت ده أبوها وأمها ما كانوش عارفين يغضبوا من إن بنتهم خبت عليهم خبر حملها لحد الشهر السابع، ولا يغضبوا من إن هي من الأساس بتفكر في إنها تعرض الطفل اللي هي حامل فيه للتبني. وقرروا إن هم يمنعوها تماما من فكرة إنها تعرض الطفل للتبني. كيسي لما راحت واعترفت لأبوها وأمها بإنها حامل قرروا إن هم يحتفظوا بخبر حملها سر، ما يقولوهوش لأي حد أبدا لحد ما يشوفوا هم هيتصرفوا في الموضوع إزاي. ولكن الغريب في الأمر إن هم قرروا يخفوا الأمر ويخلوه سر هو كمان على أخوها ليه، وده بالرغم من إن زي ما قلت لكم ليه وكيسي كانت علاقتهم مقربة جدا من بعض. ليه ما عرفش بخبر حمل أخته إلا قبل ولادتها بيوم واحد، وده خلاه بكل تأكيد دخل في حالة من الثورة والغضب، وحتى إنه قرر إن هو ما يحضرش ولادة أخته ولا حضر ولادة كيلي. ايه السر اللي خلاهم ان هم ما يقولوش لاخوها على خبر حملها؟ مفيش حد عارف. ما افتكرش ان الموضوع كان هيأثر معاه قوي، ولا ان هو كان هيقوم ياخد بالطار من اخته، لانه واضح كده ان العيله زي ما انتم شايفين ايزي موزو على الاخر. وفي تاريخ 9 اغسطس من سنه 2005 انجبت كيسي طفلتها واللي سمتها كيلي ماري أنتوني. في تفصيله واللي نسيت ان انا اقول لكم عليها، ان كيسي في اثناء فتره حملها قالت ان صديقها جيسي هو ابو الطفل اللي هي حامل فيه. ولكن بعد كده حصلت بعض الاحداث واللي هتوضح ان مفيش اي حد هيعرف الطفل ده هو طفل جيسي ولا طفل مين بالظبط، وكيسي هتقرر انها تحتفظ بالموضوع سر خاص بيها هي وبس. في الوقت ده جورج وسيندي ابو وام كيسي قرروا ان هم ما يضغطوش عليها وان هم يسيبوها تحتفظ بسرها لنفسها. هم كانوا مبسوطين بوجود حفيدتهم معاهم وده كان كافي بالنسبة لهم. ولكن بيذكر ان في وقت ما كيسي قالت لأفراد أسرتها ان أبو كيلي كان سايق عربيته وان هو تعرض لحادث سير وتوفى، وده معناه ان جيسي صديقها مش هو أبو كيلي. ومع تاريخ كيسي الحافل بالأكاذيب مفيش أي حد هيقدر يطلع منها الحقيقة ولا حد هيعرف ايه الموضوع بالظبط. باختصار شديد جدا تقدروا تقولوا ان كيسي مفيش اي حد يقدر ان هو يثق في اي كلمة بتخرج منها. وفي ليلة راس السنة من سنة 2006 جيسي صديق كيسي قرر ان هو يتقدم ليها ويطلب ايدها للزواج، وده علشان يقدروا ان هم يكونوا اسرة مع بعض. وخلوني افكركم ان هو في الوقت ده كان بيعتقد بان كيلي هي بنته.
وكيسي في الوقت ده كانت متحمسة جدا وكانت سعيدة وكانت في قمة سعادتها، وده بالرغم من انها عارفة ومتأكدة من ان جيسي مش هو ابو كيلي. وبسبب ان كيلي كانت مشغولة في التحضير للزواج والحفل الزفاف، اضطرت انها تستعين بمربية علشان تساعدها في الاهتمام والرعاية لكيلي، والمربية دي كان اسمها زنيدا فرنانديز جونزاليس، واللي كان بيطلق عليها اسم زاني. ولما ابتدى افراد اسرتها يسالوها عن زاني وعن انها ازاي بتدفع الراتب بتاعها وعن هي اتعرفت عليها ازاي، كيسي قالت لاسرتها في الوقت ده ان زاني دي بتكون حبيبة زميلها في العمل في يونيفرسال ستوديو واللي كان اسمه جيف، وانها كانت بتعتني بابنه، وان جيف عرض عليها بان هو يخليها تعتني ببنتها هي كمان، وان هو هيتكفل بالراتب اللي زاني هتاخده منه نظير اعتنائها بكيلي. وانا مش عارفة انهي زميل في العمل اللي بيقرر ان هو يدفع راتب لحبيبته نظير اهتمامها بطفلة زميلته في العمل. تحسوا ان الموضوع قص ولزق، وتحسوا اساسا ان الموضوع مش منطقي. ولكن على اي حال ده اللي كيسي راحت وقالته لافراد اسرتها عن المربية زاني. في الفترة دي كيسي كانت بتتكلم كتير عن زاني، وكانت بتحكي لهم عن بعض التفاصيل الخاصة واللي حصلت ما بينها وما بين زاني وما بين كيلي. ولكن ولا فرد من افراد عيلة كيسي قدر ان هو يقابل زاني او شافها قبل كده. هو طبعا دي علامة استفهام كبيرة جدا باللون الاحمر، واللي مش عارفة ازاي ما لفتتش نظر اي حد بسبب تضارب كلام كيسي، وان هي شوية تقول ان جيسي هو ابو كيلي وشوية تقول لأ. وفي مرة قرر جيسي ان هو يخضع الطفلة كيلي لاختبار الدي ان ايه علشان يتأكد هل هي بنته ولا لأ، والاختبار جاله بان هو بكل تأكيد عمره ما كان ابوها. وطبعا مش محتاجة اقول لكم ان الخبر ده كان صادم ومدمر بالنسبة لجيسي، واللي على اثره قرر في مايو من سنة 2006 ان هو يفسخ خطوبته عن كيسي. ولكن جيسي راح وقال لافراد اسرة كيسي بان هو ما فسخش الخطوبة بسبب ان كيلي ما طلعتش بنته، ولكن السبب الحقيقي ان هو ابتدى يحس ان كيسي بقت شخص مختلف، وان على حد وصفه تصرفاتها كانت منحرفة. المهم ان كيسي ما فرقش الموضوع معاها كتير، وبعد فترة قصيرة جدا من انفصال جيسي عنها قررت انها تخرج مرة تانية وتبتدي انها تواعد ناس جديدة وتعيش حياتها وكأنه هو ما مرش عليها من الاساس. وكيسي في الوقت ده ما كانتش بتخرج بصورة عادية ولا طبيعية زي ما انتم مفكرين، بل انها كانت بتحتفل بحياة صاخبة. كانت طول الوقت من حفلة لحفلة، وكانت سهرانة طول الليل، وكانت حرفيا بترجع للبيت كل يوم وهي سكرانة. المهم ان في اثناء احتفالاتها الكتيرة جدا دي كيسي هتقابل شاب واللي كان اسمه توني، وكان بيعمل كادي جي في ملهى ليلي. وهيقرر الاتنين بعد فترة قصيرة جدا من بداية تعارفهم ان هما يتواعدوا. وتوني كان بيعيش في شقة مع بعض شركاء السكن واللي كانوا عايشين معاه في نفس البيت، وكيسي كانت بتروح اوقات وتبات مع توني في شقته اللي فيها شركاء السكن. بس مش ده الغريب، الغريب انها كانت في بعض الاحيان بتجيب كيلي معاها في نفس الشقة علشان يقضوا وقت مع توني صديقها الجديد. والتصرف ده بيدل على قد ايه كيسي ما عندهاش ادنى احساس بالمسؤولية. ولكن اقامة كيسي وكيلي الكاملة كانت في بيت ابوها وامها، واللي كانوا ما انتقلوش منه ابدا. وفي اثناء فترات احتفال كيسي بحياتها كان ابوها وامها هم اللي بيرعوا كيلي، كانوا بيأكلوها وبيشربوها وبيعلموها، وكانوا هم المسؤولين عن نومها وعن صحتها وعن كل تفصيلة في حياتها. وفي تاريخ 15 يونيو من سنة 2008 هتحصل مشكلة كبيرة جدا في البيت، واللي على أثرها كيسي تاني يوم هتاخد بنتها كيلي وهتسيب البيت تماما. في الوقت ده هي قالت لأفراد أسرتها إنها عندها رحلة عمل في فلوريدا وإنها هتاخد بنتها معاها. في الوقت ده كيسي قالت لأفراد أسرتها إنها في رحلة عمل لفلوريدا وإنها هتاخد كيلي معاها، ولكنها في الحقيقة كانت ناوية ما ترجعش للبيت هي وكيلي مرة تانية. ومن يوم 16 يونيو لسنة 2008 بكل أسف كيلي هتختفي تماما، ومفيش أي حد هيكون عارف هي فين. زي ما قلت لكم إن كيلي لما مشيت من البيت قالت لأفراد أسرتها إن هي عندها رحلة عمل في فلوريدا، وعلشان كده هتاخد كيلي معاها. ولكن زي ما احنا عارفين ان كيسي قد ايه بتكذب عمال على بطال، وان هي ما كانش عندها رحلة عمل ولا حاجة، وانها بعد ما سابت البيت اتجهت فورا لبيت صديقها توني. ولكن توني بيأكد انها لما وصلت لبيته كيلي ما كانتش معاها،
ولما ابتدى توني يسألها عن مكان بنتها كيلي وهي راحت فين، قالت له إنها مع زاني المربية بتاعتها. وفي الوقت ده استمرت كيسي في الإقامة مع صديقها في بيته لمدة شهر كامل، 30 يوم بالتمام والكمال. وفي خلال ال 30 يوم دول سيندي أم كيسي كانت بتتصل بيها من وقت للتاني، كانت بتطمن عليها وبتسألها عن أحوالها، وكانت دايما بتسألها عن كيلي، وكانت دايما بتحاول إنها تطلب منها إنها توصلها بكيلي أو تخليها تتكلم معاها على التليفون. ولكن في كل مرة كيسي كانت بتتحجج بحجة جديدة، وفي أغلب الأحيان كانت بتقول إنها مع المربية زاني، وفي أحيان تانية كانت بتقول إما إن هي نايمة أو إن هي بتلعب أو إنها بتعمل أي حاجة. المهم إنها ما كانتش بتسمح لأمها إنها تتواصل أبدا مع حفيدتها. ولما الموضوع ابتدى يتكرر ومر فترة طويلة جدا والجد والجدة مش قادرين أبدا إن هم يتواصلوا مع كيلي، ابتدوا يحسوا بالقلق ويحسوا إن الموضوع فيه إن. على الجانب الآخر في الوقت ده كيسي كانت عايشة الحياة الصاخبة كما ينبغي، كانت بتحتفل أكتر من الأول بكتير، وتقدروا تقولوا كده باختصار إنها كانت خرباها. طبعا كيسي كان لازم تعيش في حفلة مستمرة، هي بتواعد شخص واللي بيعمل كدي جي في مالها ليلي، أكيد مش هتروح معاه هناك علشان تسمع لدروس في الأخلاق والفضيلة. في الفترة دي موقع ماي سبيس كان شهير ودارج جدا ما بين الناس، وعلشان كده كيلي كان عندها حساب خاص عليه وكانت بتنشر صور كتيرة جدا، واللي انا اسفة ان انا مش هقدر اوريها لكم كلها لانها فيها بعض الصور اللي ما ينفعش ان انتوا تشوفوها ابدا. في صورة من ضمن الصور اللي نشرتها كيسي واللي كانت بتستعرض فيها وشم هي حصلت عليه، واللي كان مكتوب فيه الحياة جميلة. والله الحياة جميلة وكل حاجة، بس في بنت كده انت تقريبا نسياها. كيسي قبل ما تمشي من البيت وتختلق الخناقة اللي عملتها مع ابوها وامها، كانت أخدت منهم عربية واللي على الأغلب كانت عربية سيندي أمها، وكانت الحجة بإن هي بتتنقل بيها في مكان عملها وإنها بتقضي بيها مشاورها، وأبوها وأمها كانوا سايبين لها العربية عن طيب خاطر. وفي يوم كيسي كانت رايحة للبنك علشان تصرف شيك واللي كان معاها. المهم إنها لما وصلت لهناك ركنت العربية ودخلت علشان تصرف الشيك، وبعد كده خرجت مرة تانية. لما ابتدت إنها تحاول تدور العربية اكتشفت ان البنزين خلص من العربية. وفي الوقت ده كيسي قعدت وفكرت، لو انا خدت العربية دلوقتي وسحبتها لأقرب محطة وقود علشان ان انا ازود فيها البنزين، الفلوس اللي معايا كلها هتخلص على الموضوع ده. وعلشان كده كيسي قررت انها تسيب العربية في الباركينج زي ما هي وتاخد بعضها وتمشي وتسيب المكان. وهنا بتحضرني جملة شهيرة جدا لأمي الحبيبة وهي بتقول: ما انتي لو تعبانة في القرش. يعني ابوها وامها بيحاولوا ان هم يساعدوها ويريحوها ومدينها عربية بالكامل انها تروح بيها وتتنقل بيها. هي قررت انها تكون جحدة بالنعمة لدرجة انها تسيب العربية في موقف السيارات وتنساها تماما. ولكننا هنرجع للنقطة دي بعدين لانها هتكون مهمة جدا ومحورية في احداث قصتنا. لحد ما العاملين في البنك هيلاحظوا ان العربية دي واقفة بقالها فترة طويلة جدا في مكانها وما بتتحركش، وعلشان كده هيقرروا ان هم يتصلوا بسيارة علشان تسحبها وتوديها لمكان واللي كان زي مركز الشرطة او مكان خاص بالمرور يقدروا من خلاله يتعرفوا على العربية دي خاصة بمين ويتواصلوا معاه. وبالفعل العربية لما وصلت لهناك اتصلوا في المركز بجورج ابو كيسي وبلغوه عن ان العربية دي كانت واقفة في موقف السيارات للبنك. وطبعا جورج ابو كيسي في الوقت ده كان مصدوم ومش فاهم العربية بتعمل ايه في موقف سيارات البنك، وليه كيسي قررت انها تسيبها هناك. في الوقت ده جورج ما كانش قدامه اي حل غير ان هو يروح للمكان اللي تم الابلاغ بان العربية موجودة فيه ويروح ويدفع رسوم الغرامة علشان يقدر ياخد العربية ويمشي بيها. جورج بيقول ان في الوقت ده في عامل راح معاه لحد العربية وسلمه المفاتيح، وان جورج بمجرد ما فتح الباب شم هو والعامل ريحة نفاذة جدا وقوية واللي كانت بتنبعث من جوه العربية، وان العامل في الوقت ده قال له ان العربية ريحتها زي ريحة الجسد المتحلل. في الوقت ده جورج كان في قمة الغضب بسبب ان كيسي ما اهتمتش بالعربية اللي هم ادوها لها علشان تتنقل بيها، وحتى ان هم كلفتهم مصاريف كتيرة جدا وغرامة لازم يدفعوها علشان يقدروا ياخدوا العربية معاهم للبيت. ده غير الريحة السيئة جدا واللي مش مفهومة واللي كانت بتنبعث من جوه العربية. وبيقول جورج ان هو طول الطريق من المكان اللي اخد فيه العربية لحد البيت كان قاعد يفكر
ايه السبب في الريحة السيئة جدا اللي جوه العربية. وبمجرد ما وصل للبيت دخل ونده على زوجته سيندي وطلب منها انها تقف وتشوف ريحة العربية عاملة ازاي. وسيندي قالت ان بكل تأكيد الريحة السيئة دي موجودة جوه العربية، وعلشان كده ابتدوا يفتشوا في العربية علشان يشوفوا مصدر الريحة دي جاي منين. سيندي بتقول ان في الوقت ده لما فتحوا شنطة العربية علشان يبصوا فيها لو مصدر الريحة جاي منها، لقوا فيها شنطة كبيرة من القمامة أعزكم الله. وقالت في الوقت ده ان هي وجورج اخدوا الكيس ورموه وتخلصوا منه بدون ما يفتحوه ولا يشوفوا ايه محتواه. وبعد كده سيندي دخلت للبيت وجابت ازازة كاملة من المنظفات وابتدت ان هي تنظف بيها شنطة العربية بالكامل. وبعد كده وبعد ما نظفت شنطة العربية قررت هي وجورج ان هم يسيبوا كل الابواب مفتوحة علشان الريحة دي تخرج لبره. وانا مش عارفة الحقيقة هل تصرفهم ده تصرف طبيعي وعادي ولا امر مشكوك فيه. والسؤال الاهم دلوقتي اللي كان بيدور في ذهن جورج وسيندي، لما كيسي دلوقتي ما معهاش عربية تقدر انها تتحرك بيها، راحت لرحلة عملها ازاي وبتتحرك في ارجاء المدينة ازاي، والاهم من كل ده كيلي حفيدتهم فين؟ في الوقت ده سيندي قررت انها تتواصل مع كيسي علشان تلاقي عنها اجابات لاسئلتها، ولكن كيسي في الوقت ده ما كانتش بترد عليها تماما. وعلشان كده ابتدت سيندي تقرر انها تروح وتبحث عنها. اخر مكان سيندي كانت عارفة ان كيسي كانت موجودة فيه هو بيت صديقها توني، وعلشان كده سيندي قررت انها تاخد بعضها لبيت توني صديق كيسي علشان تشوف ايه الوضع هناك. لما وصلت سيندي لهناك بتقول انها دخلت وراحت لغرفة المعيشة واللي دعاها ليها توني، وانها لاحظت ان المكان كان مليان بكل انواع المخدرات اللي تتخيلوها. وبالرغم من ان سيندي كانت راحت للبيت في اثناء النهار، الا ان اصدقاء توني كانوا قاعدين في البيت وكانوا بيتناولوا المخدرات. كانوا قاعدين كلهم وملفوفين حوالين ترابيزة، ولا اللي كانوا قاعدين محضرين الفطار وبياكلوا لقمة على السريع. كيسي بعد كده ظهرت وقابلت امها، وابتدت سيندي تسألها انت بتعملي ايه هنا، وكيلي بتعمل ايه هنا، والاهم من كل ده هي فين؟ وردت عليها كيسي بان كيلي مع المربية زاني. وهنا سيندي قالت لها كفاية لحد هنا، انا ما بقتش قادرة ان انا اتحمل الموضوع اكتر من كده، انا وانتي فورا هنروح للمربية وهناخد كيلي من هناك، انا بقالي شهر كامل معرفش عن البنت اي حاجة. اكتر شيء مستفز في الموقف ده ان كيسي كان كل همها واللي كان مضايقها ومعصبها جدا ان امها سيندي كانت بتستجوبها قدام صديقها توني وقدام شركائه في السكن، واللي كانوا اصلا مش في وعيهم ولا شايفين قدامهم. ازاي ان امها تتجرأ وتكلمها بالطريقة دي وبالنبرة دي قدام اصدقائها شركائها في المخدرات والسكر؟ وكردة فعل من كيسي على تصرف امها قررت انها تمتنع تماما من انها تروح للمربية زاني علشان تاخد كيلي من هناك. وهنا قررت سيندي انها تأمر بنتها كيسي بانها تروح معاها فورا للبيت علشان يشوفوا حل للمشكلة. وبالرغم من غضب كيسي الا ان ما كانش عندها اي حل غير انها تسمع كلام امها وتروح معاها للبيت. ومجرد وصولهم للبيت سيندي هتقرر انها تتصل بال911، بل وانها اتصلت بال911 3 مرات ورا بعض. اول مرة اتصلت سيندي بال911 وقالت لهم في المكالمة نصا انها محتاجة حد يجي علشان يقبض على شخص في بيتها واللي قام بسرقة عربيتها وفلوسها، وانها في نفس الوقت بتعتقد بان حفيدتها كيلي مفقودة وان هي عايزة حد يبحث عنها. وقالت في المكالمة ان الطفلة عمرها 3 سنين وانها مفقودة ومفيش اي حد يعرف عنها اي خبر من شهر فات. بعد ما سيندي انهت المكالمة مع 911 ابتدت انها تروح وتيجي في ارجاء البيت وهي مستنية ان افراد الشرطة ييجوا للبيت علشان يقبضوا على بنتها كيسي بتهمة ان هي سرقت عربيتها وفلوسها، وعلشان بعد كده يدوروا على حفيدتها كيلي. وفي اثناء انتظارها لافراد الشرطة سمعت بنتها كيسي وهي بتتكلم مع اخوها لي، وكانت بتقوله رواية مختلفة تماما عن الكلام اللي قالته لامها. كيسي كانت بتقول لاخوها لي ان هي تاني يوم مسابة البيت راحت علشان تقابل المربية زاني في حديقة علشان تديها كيلي، وان في الوقت ده بمجرد ما المربية جت اخدت كيلي منها وزقتها لبعيد فورا وقالت لها انتي مش هتشوفي البنت تاني. طبعا الرواية دي كلها كيسي كانت بتحكيها وامها سيندي كانت سامعة كل حاجة، وفورا راحت للتليفون مرة تانية واتصلت بال911، لان بكل تأكيد في موقف زي ده احنا دلوقتي قدام حالة اختطاف
مش مجرد ان البنت مفقودة. سيندي في المكالمة التانية لل 911 بلغتهم بان هي متأكدة بان حفيدتها مخطوفة عن طريق المربية بتاعتها من شهر فات. سيندي قالت لل 911 في خلال المكالمة على ملاحظة جانبية بان هي لقت العربية اللي كانت مع بنتها، وان ريحة العربية كانت سيئة جدا. في اثناء المكالمة التانية لل 911 واللي اجرتها سيندي، كانت بتحاول طول الوقت انها تخلي كيسي تتكلم معاهم وتقول لهم بعض التفاصيل واللي وارد جدا انها توصلهم بكيلي، ولكن كيسي كانت رافضة تماما انها تتكلم معاهم. والشخص اللي تلقى المكالمة من سيندي بيقول ان سيندي في خلال المكالمة كانت مذعورة وخايفة وفي حالة من الفزع، وده على العكس تماما من صوت بنتها كيسي واللي كانت هادية جدا، وكان الشعور الوحيد المنقول منها بان هي حاسة بالاحراج من تصرفات امها، وانها من وجهة نظرها الموضوع مش مستاهل كل ده. وكانت كيسي في خلال المكالمة بتردد كلمة انها مش عايزة تتكلم معاهم وانها مش عايزة تتدخل في الامر اللي هي بتعمله، ولكن في النهاية وبعد اصرار سيندي عليها اضطرت كيسي انها تتواصل مع 911. وقال الشخص اللي تلقى المكالمة ان كيسي في الوقت اللي كلمته فيه قالت له انها معاها رقم المربية وان هي عارفاها وان بنتها في امان، ولكن الرقم اللي مع المربية خارج نطاق الخدمة في الوقت الحالي. قالت لهم ان المربية سمحت ليها بانها تكلم بنتها في صباح اليوم، وان بنتها بخير وبسلامة، وان مفيش اي حاجة من اللي امها عاملاها دي. ولما سألها متلقي المكالمة لل 911 عن اسم المربية، قالت له ان اسمها زانيدا فرنانديز جونزاليس، وان هي شهيرة باسم زاني. بعد انهاء مكالمة ال 911 ابتدت كيسي انها تقول لاخوها لي ان بالفعل زاني خطفت البنت كيلي، ولكنها كانت بتتواصل معاها عن طريق حسابها على ماي سبيس، وكانت بتديها بعض التعليمات واللي هتقدر من خلالها انها ترجع لها بنتها مرة تانية، ووعدتها بانها هترجع كيلي يوم عيد ميلادها. وطبعا في خلال كل الروايات الغريبة والعجيبة دي، ولا ليه اخوها ولا سيندي امها كانوا مصدقين ولا حرف واحد من اللي هي بتقوله. وصل افراد الشرطة للبيت وابتدوا ان هم يكلموا مع كيسي ويقولوا لها امتى اخر مرة هي شافت فيها زاني، وفين المكان اللي هي شافتها فيه لاخر مرة. وبالفعل كيسي اخدتهم لبناية سكنية وشاورت لهم على الشقة واللي كانت من المفترض ان عايشة فيها زاني المربية، وقالت ليهم ان هي اخر مرة شافت فيها زاني كان قدام البيت ده لما وصلت بنتها لهناك، وده على العكس من اللي قالته لاخوها بان هي وصلت البنت الحديقة وان زاني خطفتها منها هناك. المهم ان افراد الشرطة ابتدوا يسألوها عن مواصفات المربية زاني، وابتدت كيسي تقول لهم ان عمرها 25 سنة وشعرها باللون الاسود واسنانها جميلة ومثالية، وان هي عارفة انها من نيويورك. ومش عارفة انتوا خدتوا بالكم ولا لأ، دي مواصفات عجيبة جدا وما توصلش اي حد باي حاجة. وعلى عكس ما اللي قالته لابوها وامها بان زاني هي صديقة زميلها في العمل في يونيفرسال ستوديو، قالت كيسي لافراد الشرطة بان زاني بتكون زميلتها في العمل في يونيفرسال ستوديو، وان هي بتنحدر من اصول من بورتوريكو واصول افريقية. المهم ان افراد الشرطة برغم من عدم اقتناعهم بكل الكلام اللي بتقوله كيسي، إلا إن هما كانوا لازم يطلعوا للشقة اللي شاورت لهم عليها ويخبطوا على الباب، ولكن مع استمرارهم على التخبيط على الباب مفيش أي حد فتح لهم، وكان واضح بالفعل إن البيت فاضي تماما. وعلشان كده راحوا لمالك البيت الأصلي وابتدوا يسألوه عن السجلات الخاصة بكل المستأجرين للبيت، علشان يقدروا ان هم يتوصلوا لعنوان واسماء كل شخص جه اخد البيت ده وعاش فيه. وفي الوقت ده مالك البيت قال لهم ان مفيش اي حد عايش جوه البيت ده من شهر مارس اللي فات، وده برغم من ان كيسي كانت بتأكد انها وصلت بنتها كيلي لحد باب البيت ده على وجه التحديد. في الوقت ده افراد الشرطة ما كانوش مصدقين رواية مالك البيت، وعلشان كده قرروا ان هم ياخدوا كاميرات المراقبة وتفريغها ويبتدوا ان هم يراجعوا كل اللقطات اللي فيها، على امل ان السيدة اللي وصفتها ليهم كيسي تظهر في خلال كاميرات المراقبة. ولكن بعد ما راجعوا كل اللقطات مفيش اي حاجة فيها ظهرت، ولا المربية زاني ولا حتى الطفلة كيلي. وهنا افراد الشرطة كانوا متأكدين من ان كيسي روايتها عبارة عن كذب في كذب، وعلشان كده ابتدوا يدوروا وراها ويعرفوا هي حياتها شكلها ايه. في البداية لما كانوا بيتكلموا مع كيسي قالت لهم انها بتعمل في يونيفرسال ستوديو، وكان اول مكان يبحثوا فيه عن كيسي وعن حياتها هو المكان اللي بتعمل فيه. وبمجرد ما بدأوا البحث هناك اكتشفوا ان كيسي من الاساس ما بتعملش في يونيفرسال ستوديوز،
المهم ان الشرطة لما عرفت المعلومة دي وتحصلوا عليها قرروا ان هم يحتفظوا بيها لنفسهم وما يقولوش لكيسي ان هم عرفوا عنها المعلومة دي. وقرروا بعد كده ان هم يروحوا ويقولوا لكيسي تاخدهم لمكان عملها وتقابلهم بمديرها. هما كانوا عايزين يشوفوا هي هتتصرف ازاي في موقف زي ده. وبالرغم من كل ده كيسي بالفعل اخدتهم وراحت ليونيفرسال ستوديوز وابتدت تمشي هناك وهي واثقة جدا في نفسها وكأنها بالفعل بتعمل هناك. خلوني ألفت نظركم ان كيسي في مرحلة ما بعد ما تخلت عن دراستها الثانوية بالفعل كانت بتعمل في يونيفرسال ستوديوز، ولكنها كانت فترة قصيرة جدا وبعدها هي على الأغلب اتطردت من هناك. المهم ان كيسي اخدت بعضها وراحت لهناك وابتدت تمشي في ممرات المكان وكانت بتروح من مكان لمكان وكأنها هتوصل افراد الشرطة بمكتب مديرها. وفجأة وبدون اي سابق انذار وقفت كيسي في مكانها وقالت لهم انا ما بشتغلش هنا ولا حاجة. وفي تاريخ 16 يوليو تم القبض على كيسي بتهمة اهمالها لطفلتها كيلي، وده بالاضافة لادلاء اقوال كاذبة للشرطة واللي على اساسها تم تضليلهم. في الوقت ده افراد الشرطه قرروا ان هم يحققوا مع سيندي ام كيسي واللي اتصلت بال 911 وابتدوا ان هم يواجهوها في اثناء المكالمه بانها حكت لهم على ان ريحه العربيه واللي كانت بنتها تخلت عنها قدام البنك كانت ريحتها سيئه جدا، وانها على حد وصفها في خلال المكالمه ريحه العربيه كانت زي ريحه الجثه المتحلله. ولكن في الوقت ده سيندي تراجعت عن كل الكلام وقالت لهم بان هي كان كل اللي كان موجود في شنطة العربية شنطة من القمامة اعزكم الله وعلبة من البيتزا واللي كانت متعفنة. ولما افراد الشرطة ابتدوا يعيدوا عليها ان هي اكدت عليهم في المكالمة ان ريحة العربية كانت ريحة جثة متعفنة، قالت لهم لا 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 انا ما قلتش كده، انا كنت بقول ان ريحتها كانت ريحة بيتزا متعفنة. هنا افراد الشرطه شموا ريحه حاجه مش كويسه بتحصل وان العيله دي كده في حاجه غلط بتحصل في وسطيهم، وعلشان كده قرروا ان هم يروحوا وياخدوا العربيه ويفحصوها كويس جدا. وكان اول فحص هيتم للعربيه عن طريق الكلاب واللي كانت مدربه انها تشم ريحه الجثث المتحلله. والكلاب لما قربت من العربيه وتحديدا من شنطه العربيه كانوا في حاله من الهياج. بدون اي شك العربية دي شنطتها كان فيها جسد متحلل. ولما ابتدى أفراد الشرطة يفحصوا شنطة العربية لقوا إن كان فيها جزء واللي كان واضح إن فيه جسد واللي كان حجمه صغير جدا. ودلوقتي إحنا معانا 3 أدلة: الكلاب البوليسية واللي شمت الريحة، شهادة الأم في المكالمة لل 911 بإن ريحة العربية زي الجثة المتحللة، والآثار اللي كانت موجودة بالفعل على شنطة العربية وكانت ترى بالعين المجردة. بدون اي شك في شيء كان جوه شنطة العربية، وعلى الاغلب ان هو كان جسد متحلل. وعلشان كده قرر افراد الشرطة ان هم يطلعوا السجادة اللي كانت في شنطة العربية ويبتدوا ان هم يفحصوها ويحللوها. والفحص جه نتيجته بان بالفعل كان في جسد متحلل على السجادة دي، وان المادة اللي تم استخدامها لتسريع عملية التحلل للجسد كانت مادة الكلوروفورم. ده غير ان هم لقوا بعض الاثار من الشعر واللي كانت موجودة على السجادة. وتقرير الدي ان ايه جه بان نتيجة تحليل الشعر دي اما انها شعر لسيندي او كيسي او كيلي. ولما ابتدوا يدققوا اكتر لقوا ان الشعرة دي كانت اطول من شعر سيندي ومن شعر كيسي، بكل تأكيد هي شعرة كيلي. وفي محاولة لأفراد الشرطة في انهم يتحصلوا على ادلة اكتر هيروحوا وياخدوا جهاز الكمبيوتر الخاص بالعيلة واللي كان موجود في بيتهم. ولما هيبتدوا ان هم يطلعوا على عمليات البحث اللي تمت على الجهاز ده هيكتشفوا ان في حوالي 19 عملية واللي تم البحث فيها عن كلمة كلوروفورم. وبدأ افراد الشرطة ان هم يوجهوا السؤال لسيندي لو عندها اي فكرة عن مين اللي بحث عن كلمة كلوروفورم على جهاز الكمبيوتر الخاص بالعيلة. وابتدت سيندي تقول لهم ان هي اللي كانت بتبحث، ولكنها كانت بتبحث عن كلمة كلوروفيل، لأن الكلاب بتاعتها كانت بتاكل بعض النباتات واللي كانت موجودة في الحديقة الخلفية، وهي كانت بتبحث على جوجل علشان تتأكد من إن النباتات دي ما كانتش سامة، وإنها كتبت على جوجل كلمة كلوروفيل ولكنها أظهرت ليها كلمة كلوروفورم واللي هي ضغطت عليها عن طريق الخطأ. وزي ما كلكم عارفين إن مادة الكلوروفيل هي المادة اللي بتساعد النبات على إنه يكون أخضر ويكون صحي. إيه علاقة إن هي تدور على كلمة كلوروفيل في ان هي فيه كلاب عندها اكلوا بعض النباتات وهي عايزه تشوف هي سامه ولا لا؟ روايه سيندي في الوقت ده كانت روايه مهلهله وما كانتش منطقيه ولا مقنعه تماما لافراد الشرطه.
المهم ان في اثناء بحث الشرطة عن ادلة اكتر اكتشفوا ان في اثناء البحث عن كلمة كلوروفورم سيندي ما كانتش من الاساس موجودة في البيت، وان كيسي هي اللي كانت في البيت وكانت موجودة لوحدها. والسؤال دلوقتي، هل سيندي عارفة ان بنتها كيسي متورطة في امر خطير وبتحاول انها تحميها بشتى الطرق؟ المهم ان بعد التحقيق مع سيندي راحت وقابلت كيسي وابتدت انها تتكلم معاها، وفي الوقت ده كيسي الشرطة كانت ألقت القبض عليها. اللقاء اللي تم ما بين كيسي وما بين سيندي كان مسجل، وبيقول أفراد الشرطة إن هم سمعوا سيندي وهي بتسأل كيسي عن مواصفات المربية زاني، وقالت لها إن لو أفراد الشرطة عرضوا عليها بعض الصور هي من الأساس مش هتقدر تتعرف عليها، وإن مفيش أي حد قابلها ولا شافها. وكانت بتوجه ليها أسئلة متتالية عن إنها لو تعرف أي حاجة عنها أو لو عندها ليها بعض الصور. وأسئلة سيندي أغضبت كيسي جدا لدرجة إنها قررت إنها تنهي المقابلة معاها فورا بدون ما تجاوبها على أي سؤال من أسئلتها. واحد من أفراد الشرطة بيقول إن هم بالفعل تحصلوا على صورة لبنت واللي كان اسمها زنيدا جونزاليس، وابتدوا إن هم يعرضوها على كيسي من ضمن صور تانية كتير على أمل إنها تتعرف عليها ويتأكدوا بإن هي دي المربية زاني. ولكن كيسي فشلت في إنها تتعرف عليها، وده وإن ده اللي بيدل على إن رواية كيسي عن المربية زاني رواية وهمية من الأساس وملهاش أي أساس من الصحة. المهم إن أفراد الشرطة في الوقت ده ما اكتفوش بإن كيسي ما تعرفتش على زنيدا جونزاليس اللي هي قالت اسمها من خلال الصور، وراحوا وألقوا بالقبض عليها وابتدوا ان هم يحققوا معاها. وكل تأكيد ما تمش إثبات أي شيء عليها، وان الرواية اللي قالتها كيسي كان ملهاش أي أساس من الصحة. وعلشان كده زنيدا جونزاليس الحقيقية رفعت دعوى تشهير على كيسي وطلبت فيها بتعويض ضخم جدا. وبعد شهر من سجن كيسي ابتدى أبوها وأمها ان هم يزوروها هناك، وقالوا لها ان بعض الصحف بتقول ان كيلي انتهت حياتها. وفي الوقت ده كيسي اظهرت عدم اهتمام مبالغ فيه، وعلشان كده سيندي امها سألتها احساسك كأم بيها بيقول ايه، وردت عليها كيسي بانها متأكدة من ان بنتها كيلي موجودة قريب جدا، وده بالرغم من ان كيلي في الوقت ده كانت مفقودة من شهرين كاملين. كيسي عينت محامي للدفاع عنها واللي كان اسمه هوسيه بيز، واللي كتب رسالة للعمدة واللي طلب فيها ان يتم الافراج عن كيسي نظير دفعها لكفالة. وبالفعل تم عرض الرسالة امام القاضي، والمحكمة حكمت على كيسي بكفالة واللي كانت بتقدر ب500 ألف دولار. وتم اطلاق سراح كيسي، ولكن تم الصاق بيها جهاز الكتروني واللي بيحدد موقعها ومكانها. ورجعت كيسي مرة تانية علشان تعيش في بيت ابوها وامها وكأن شيئا لم يكن. في الوقت ده وسائل الإعلام كانت مهتمة جدا بالقصة، والرأي العام كان في حالة من الهياج. جوه البيت وبره البيت كان مليان بالمراسلين والمصورين، واللي كان كل واحد فيهم عايز ياخد سبق صحفي ويتكلم مع كيسي ومع أسرتها ويقدروا ان هم يعرفوا منهم فين الطفلة كيلي. ده غير ان كان في البعض واللي كانوا معترضين تماما عن الإفراج عن كيسي، وان هي كان لازم تكون في السجن، وده تسبب في بعض المشاكل والخناقات الكتيرة جدا واللي كانت بتحصل قدام البيت. كل الأحداث والتصرفات دي خلت إن الوضع مش مزعج بس لأفراد الأسرة، بل إنه كان مزعج لكل سكان الحي. مفيش أي حد كان عارف يعيش بسلام، وكيسي كانت موجودة في وسطيهم. وفي تاريخ 29 أغسطس تم القبض على كيسي مرة تانية، ولكن المرة دي تم القبض عليها لسبب ملوش أي علاقة بقضية اختفاء كيلي، ولكنها تم القبض عليها لأنها كانت بتكتب 4 شيكات واللي كانوا كلهم بدون رصيد. والتاني مرة أبوها اضطر إن هو يدفع 500 ألف دولار ككفالة ليها عشان يتم إطلاق سراحها. وفي تاريخ 11 ديسمبر من سنة 2008 كان في عامل واللي كان على بعد ميل واحد من بيت عيلة أنتوني، وقال العامل ده إن هو شاف شيء على الطريق واللي كان بيشبه الجمجمة، ولما راح واتجه ليه وابتدى ان هو يحط عليه عصاية علشان يتأكد هو شايف ايه، اتأكد بالفعل ان هو شايف جمجمة بشرية. وعلشان كده قرر ان هو يتصل فورا بال 911 ويبلغهم بالمشهد اللي هو شايفه. ولكن الجدير بالذكر ان العامل ده اضطر ان هو يتصل بال 911 3 مرات لان هم ما كانوش واخدين مكالمته على محمل الجد. فأول مرة لما بلغهم قرروا ان هم يتجاهلوا الموضوع، وقالوا له ان هم هيبعتوا حد يشوف الموضوع ده، ولكن ما بأرسلوش اي حد ليه. في تاني مرة برضو قالوا له ان في حد هيروح ويشوف المشهد، وبعد كده هو كمل عمل ونسي الموضوع. ولكنه بعد فترة اكتشف ان مفيش اي حد جه للمكان، وان الجمجمة البشرية دي موجودة لسه في مكانها.
وبيقال ان ال 911 ما ارسلوش اي عربيات شرطة للمكان الا بعد العثور على الجمجمة بشهرين كاملين. المهم ان هم في اخر مرة بالفعل ارسلوا فريق للمكان علشان يفحصوا المشهد، واتضح ليهم ان بالفعل فيه هناك جمجمة بشرية، واللي كان محطوط على بقها شريط لاصق، وكان موجود جنب الجمجمة دي كيسين، واللي كان واحد فيهم فيه بطانية واللي كانت مخصصة لطفل، والكيس التاني كان فيه بقية عظام الجسد واللي كان جسد لطفل. وفي تاريخ 19 ديسمبر تم الإعلان رسميا من قبل أفراد الشرطة إن تحليل الدي إن إيه أثبت بالدليل القاطع إن الرفات البشرية اللي تم العثور عليها على الطريق كانت لجسد كيلي. الكيسين اللي تم فيهم العثور على بقايا جسد كيلي والكيس اللي تم فيه العثور على بطانيتها كان شكلهم مميز جدا وكان عليهم شكل كرتوني. لما راح أفراد الشرطة لبيت عيلة أنتوني وابتدوا إن هم يفحصوا المكان هناك، اكتشفوا ان الاكياس دي كانت عبارة عن 4 اكياس، 2 منهم كانوا موجودين في غرفة كيلي وال2 التانيين كانوا مفقودين. وبكل تأكيد هم مفقودين لان تم العثور عليهم واللي كان فيهم بقايا جسد كيلي وبطانيتها. وده بيأكد ان الشخص اللي انهى حياة كيلي ايا كان هو مين هو شخص مش غريب عن العيلة ويقدر ان هو يدخل ويخرج لغرفتها بكل سهولة. وبما ان كيسي كانت بتعمل بعض التصرفات المثيرة للغرابة، وبما انها اخر شخص كان شاف البنت، وبما انها كانت بتحاول انها تضلل افراد الشرطة باقوال كاذبة، تم توجيه الاتهام ليها بالقتل من الدرجة الاولى. في الوقت ده ولما تم اعلان وفاة كيلي رسميا، عيلة كيسي كانت منقسمة نصين. زي ما انتوا عارفين ان سيندي كانت بتحاول انها تحمي بنتها، وانها في وقت ما ابتدت انها تغير اقوالها وتقول كلام مختلف بس علشان هي ما عندهاش استعداد ان ايا كان اللي بنتها عملته انها تسيبها تقضي بقية حياتها في السجن. وده على العكس تماما من ابوها جورج، واللي كان واخد موقف مختلف تماما تجاه كيسي. وفي تاريخ 2 يناير من سنة 2009 جورج ابو كيسي كان في الوقت ده في حالة من الدمار، وكان قرر ان هو يسيب البيت اللي كان عايش فيه هو وزوجته واولاده، وكان بيقيم في فندق واللي كان حجمه صغير جدا، وبدأ ان هو يتعاطى المخدرات والكحوليات طول الوقت، لدرجة ان هو اختفى تماما لفترة. وبعض من اصدقائه طلبوا من الشرطة ان هم يروحوا ويعملوا ليه زيارة تفقدية علشان يطمنوا على حالته، واللي اتضح ليهم ان هو بالفعل كان بيحاول ان هو ينهي حياته، حتى ان هو كتب رسالة طويلة جدا واللي كان بيقول فيها ان هو على وشك ان هو ينهي حياته، وانهى الرسالة بكيلي انا جايلك في الطريق. واضح قد ايه ان الامر كان بيعذبه لدرجة ان هو ما كانش قادر يتحمله اكتر من كده. الجانب المشرق في الموضوع ان تم انقاذ حياته قبل ما ان هو ينفذ اللي كان مكتوب في الرسالة. وفي تاريخ 24 مايو من سنة 2011 بدأت محاكمة كيسي أنتوني. في الوقت ده جورج وسيندي ما كانش مسموح ليهم بالتواجد في قاعة المحكمة لانهم كانوا بيعدوا من الشهود، ولكن القاضي في الوقت ده سمح ليهم بالتواجد في قاعة المحكمة لانهم جد وجدة البنت اللي توفت، وده بعد ما قدموا وعد بان هم مش هيظهروا اي عواطف تجاه اي كلام هيسمعوه عن تفاصيل الحادث. وتم العرض في قاعة المحكمة بان كيسي كانت حرفيا بتكذب، ما كانش فيه المربية زاني ولا كان فيه عمل ليها في يونيفرسال ستوديوز. وابتدى يتوجه ليها الاسئلة في قاعة المحكمة، هي ليه بتكذب تجاه كل حاجة كبيرة وصغيرة؟ وكيسي في قاعة المحكمة فجرت قنبلة مدوية وقالت فيها ان ابوها لما كان عمرها 8 سنوات كان بيتحرش بيها، بل وانه في مرحلة ما من حياتها اعتدى عليها جنسيا. وقالت كيسي ان في الوقت ده هي اتعلمت الكذب وكانت محترفة فيه علشان تقدر تداري على افعال ابوها معاها. وفي الوقت ده وقف أنتوني في قاعة المحكمة ونفى تماما كل مزاعم بنته وادعاءاتها عليه، وقال ان هو عمره ما تحرش بيها. ولكم أن تتخيلوا مقدار وحجم الصدمة اللي كان مصاب بيها جورج في قاعة المحكمة وبنته بتوجه ليه اتهامات خطيرة زي دي، وكأنها بتحاول تلزق فيه تهمة بارتكابها لكل فعل غلط في حياتها. وما تنسوش ان جورج وعد ان هو مش هيظهر اي مشاعر في قاعة المحكمة، فكان في حالة من الصدمة والضياع والزعل. وبالرغم من كل ده هو كان لازم ان هو يقعد في مكانه وما يظهرش اي نوع من انواع المشاعر. والمهم ان بعد انكار تام لكيسي في قاعة المحكمة، والصور زي ما بتظهر قدامكم كده انها كانت متبلدة المشاعر تماما، وكانت بتضحك وكأنها كانت رايحة في رحلة او في حفلة من حفلاتها الماجنة.
الادعاء قدم سيناريو للي حصل بالظبط مع كيلي، وهو ان امها ادتها الكلوروفورم وقفلت بقها بشريط لاصق علشان تمنع مجرى الهواء عن انفها وعن فمها، وبالطريقة دي هتقدر انها تفقدها الوعي. وبعد كده لفت جسمها بالبطانية بتاعتها وحطتها في شنطة العربية. راحت بعد كده لبيت صديقها وقضت عنده اليوم عادي جدا، وتاني يوم راحت لمنطقة الغابات وهناك رمت جسد كيلي بعد ما فرقت الحياة. في نظرية واللي ادعاها بعض الصحفيين واللي كان بيأيدها بعض المحامين اللي كانوا بيدافعوا عن كيسي بأن البنت غرقت عن طريق الخطأ في مسبح العيلة، وان بعد كده جورج هو اللي لقى البنت وقعد يقول لكيسي ان امها عمرها ما هتسامحها على فعلتها، وانه بعد كده ساعد كيسي في التخلص من جسد كيلي، وانه علشان كده كان حاسس بالذنب وكان بيحاول ان هو ينهي حياته في الفندق. والنظرية المقابلة التانية كانت بتؤيد فكرة ان البنت ممكن تكون بالفعل غرقت في مسبح العيلة، الا انها بعد كده سيندي هي اللي لقيتها مش جورج، وان هي اللي قررت انها هي وكيسي يروحوا يتخلصوا من جسد كيلي، وعلشان كده سيندي كانت بتحاول انها تحميها طول الوقت. النظرية اللي كان بيقولها جورج في قاعة المحكمة هو ان كيسي ما كانش قصدها ولا كانت متعمدة انها تنهي حياة كيلي، ولكنها كانت بتديها الدواء واللي كان اسمه زانكس علشان انها تنام، وتقدر كيسي بعد كده انها تاخد بعضها وتخرج وتحتفل مع اصدقائها زي ما كانت متعودة، وانها من الواضح انها في اليوم ده زودت الجرعة اللي اديتها لكيلي، وبعد كده لفتها في البطانية وحطتها في شنطة العربية. انها بعد ما انتهت من احتفالها رجعت للعربية مرة تانية واكتشفت ان بنتها حياتها انتهت، وهنا لقيت ان مفيش اي حل غير انها تتخلص من جسدها وتتظاهر بانها ما تعرفش اي حاجة. ولكن نظرية جورج في قاعة المحكمة تم نفيها، لان البنت تم اثبات بانها كان في بعض البقايا من الكلوروفورم في فمها، والشريط اللاصق اللي كان على بقها بينفي تماما من ان امها كانت بس قصدها انها تنيمها، بل وبيأكد من ان كيسي كانت متعمدة انها تنهي حياة كيلي. المهم ان في قاعة المحكمة فريق الدفاع عن كيلي كان بيتهم كل حد واي حد في قاعة المحكمة بس علشان يبرئوها. اتهموا ابوها وامها واخوها، كل حد حرفيا، لدرجة ان المحاكمة كانت عبارة عن فوضى عارمة. واكتر شخص فريق الدفاع عن كيسي كان بيحاول ان هو يورطه طول الوقت هو ابوها، وهي كانت طول الوقت بتحاول انها تلزق التهمة بان كل شيء عملته غلط في حياتها كان سببه تحرش ابوها بيها. ولكن كل مزاعم كيسي كانت بتتنفي في قاعة المحكمة، وتم الاثبات بانها كانت بتكذب، وان ابوها عمره ما تحرش بيها ولا اعتدى عليها جنسيا. وفي الوقت ده ابتدت المحاكمة بدل ما هي كانت بتحاول انها تقول ان كيسي انهت حياة كيلي وتتحاكم على الشيء ده، اتحول الامر للدفاع عن جورج وعن نفسه وعن تبرئة ساحته، وكانوا بيحاولوا ان هم يردوا على كل كلمة وكل اتهام بيرميه الدفاع عن كيسي. المحاكمة استمرت لفترة طويلة جدا، وفي تاريخ 5 يوليو وبعد 10 ساعات من المداولات أقرت هيئة المحلفين في قرار مستفز جدا وغير متوقع، وبرغم كل الأدلة وبرغم من قناعة كل اللي كانوا موجودين في قاعة المحكمة بأن كيسي أنتوني مذنبة، إلا أن هيئة المحلفين أقرت بأن كيسي أنتوني غير مذنبة في تهمة القتل من الدرجة الأولى، ولكن تم إدانتها في 4 جنح تانيين واللي كانوا كلهم بيتعلقوا بتضليل العدالة والإدلاء بمعلومات خاطئة للشرطة، وعلشان كده تم الحكم عليها بسنة سجن وغرامة واللي كانت بتقدر وقتها ب$1000. وتم إطلاق سراح كيسي من السجن في 17 يوليو لسنة 2011، ولأنها كانت بالفعل قضت 3 سنوات في السجن في انتظار المحاكمة تم إطلاق سراحها في تاريخ 17 يوليو من سنة 2011. وفي مارس من سنة 2017 كيسي أجرت مقابلة واللي اعترفت فيها بأنها كذبت بالفعل على الشرطة، ولما سألوها عن النظرية بأن البنت غرقت وأن هي وأبوها قرروا أن هم يتخلصوا من الجسد علشان ما يتمش توريطهم، ردت عليهم برد مراوغ جدا وقالت لهم أن كل شخص ليه نظريته، وأن هي مش هتقدر تقول لأي حد نظرية أي حد ولا تقدر تعدل وجهة نظر أي حد، وده بكل تأكيد عمره ما كان رد ولا إجابة على السؤال. وختمت كيسي كلامها بأن هي معتقدة أن بنتها لحد النهاردة على قيد الحياة، وأن هي مش مصدقة من الأساس أنها ماتت. بعد المحاكمة ابتدت الصحف أنها تتداول بعض الأخبار ما بينها ويتكلموا في أن الحكم ما كانش عادل، وأن القضاء ما نصفش كيلي، وأن بكل تأكيد كيسي متورطة وهي اللي أنهت حياة كيلي. وعلشان كده كيسي في يناير من سنة 2020 راحت ورفعت دعوى قضائية بالتشهير ضدها،
ولكنها خسرت الدعوة دي، وتم الإقرار بأن مفيش أي إثبات بيقول أن تم التشهير بيها وبسمعتها. وفي تاريخ 29 نوفمبر من سنة 2022 تم إصدار سلسلة وثائقية عن كيسي، واللي كانت بتأكد فيها أن احترافها للكذب كان آلية دفاعية، واللي كان سببها الاعتداء الجنسي من أبوها، حتى إنها قالت في الوثائقي إن أخوها هو كمان في مرحلة ما كان بيتحرش بيها ولكنه ما اعتداش عليها جنسيا. وكل ده أخو كيسي وأبوها كانوا بينفوه تماما، وقالوا إن كيسي كانت بتكذب طول الوقت، وده اللي أيده بالفعل كل المحيطين وأصدقاء ومعارف كيسي. في النهاية كيسي ما تمش الحكم العادل عليها، ولكن كل شخص عارف إن هي اللي كانت متورطة. القاضي اللي كان بيحاكمها كان بيقول إن هو في قرارة نفسه متأكد بإن هي الجاني، ولكن ما يقدرش إن هو يحكم عليها إلا عن طريق حكم هيئة المحلفين وعن طريق الأدلة اللي كانت قدامه. لو في أي شخص قدر إن هو يخلي كيسي تهرب بفعلتها هو فريق الدفاع عنها، واللي كان بيحاول إن هو يشتت انتباه هيئة المحلفين تجاه أفعال وشخصيات ملهمش أي علاقة ولا أي ذنب باللي حصل لكيلي. وفي الوقت اللي هيتم فيه عرض الفيديو ده هتلاقوا فيديوهات كتيرة جدا على الإنترنت واللي بتحلل لغة الجسد الخاصة بكيسي في الوثائقي اللي تم إصداره في سنة 2022، واللي كانت بتظهر فيه وكأنها نجمة سينمائية، وكان كل اهتمامها بشكلها ومظهرها، وكانت بتتكلم عن بنتها بصيغة الطفلة وكأنها ملهاش أي علاقة ولا أي صلة بيها. كيسي كانت شخص متجرد من المشاعر، وكانت من الأساس مش عايزة بنتها ولا كانت عايزة تحتفظ بيها، وحست في وقت ما بعد ما اتورطت بوجود بنتها في حياتها بأن بنتها كانت بتعيق حياتها، وإن بخروج جيسي واللي كانت هي بتقنعه بأن هو أبو البنت ظهر توني في حياتها. ومن الواضح أن توني كان محور أساسي في القصة، وأن هو رفض الاهتمام بالبنت ورفض وجودها في حياته، وعلشان كده كيسي قررت انها تتخلص من كيلي علشان تقدر تعيش حياتها على هواها. وبالرغم من تبرئة ساحة كيسي في قاعة المحكمة والإقرار بأنها غير مذنبة في تهمة القتل من الدرجة الأولى، إلا إن أنا وإنتوا وكل شخص سمع بالقصة دي كان متأكد إن كيسي أنتوني هي اللي نهت حياة بنتها كيلي اللي كان عمرها لا يتعدى 3 سنين، وكل ده علشان تقدر تعيش حياتها الصاخبة. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكركم جدا على المشاهدة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات هل في رأيكم ان كيسي بالفعل هي اللي انهت حياة كيلي، ولا ان في امر اخطر من كده بكتير تم التستر عليه؟ وهل الاحتمالية بان هي غرقت في المسبح عن طريق الخطأ وان بعد كده امها تسترت على الواقع والاتنين تخلصوا من جسد كيلي وتظاهروا بان هم ملهمش علاقة بالموضوع رواية حقيقية، ولا ده كان من وحي خيال الدفاع عن كيسي علشان يشتتوا انتباه هيئة المحلفين من ان كيسي مذنبة بدون اي شك؟ ولو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم حد وخميس وقصة جديدة. سلام.